احنا دلوقتي فين؟ دلوقتي عند المكسيكي في شارع النزهه الجديده. عايزه اقول لكم بقى ان المكان ده تعالوا كده هتشوفوا اصلا هو عباره عن مكان فيه كل المستلزمات بتاعه الادوات المنزليه اللي انت ممكن تحتاجيها، واللي عاجبني بقى ان عندهم كل الحاجات الترندي اللي ممكن تيجي في بالك. تعالوا كده نشوف بقى حاجه في حاجه. بصوا المساحات دي عندهم انواع كتير قوي منها، يعني الشكل ده والشكل ده، دي اللي هي مساحات الارضيات، وفي دي اللي هي بتاعه الازاز، ودي كمان بتاعه الارضيات. اشكال كتير قوي واسعار بسيطه جدا كلهم ومتفاوته علشان تعرفي تجيبي اللي انت ايه عايزاه. بصوا بقى ده الجروب ده طبعا الترند فظيع موجود عندهم. انا هنزل لكم اللوكيشن بتاعهم وكل الحاجات اللي تخص بيه الخاصه بيهم، يعني لينك الفيسبوك والتليجرام علشان تشوفوا الاسعار بتاعت كل حاجه. لمامه الوبر اللي كتير قوي بندور عليها في الشتاء كمان بالذات اهي موجوده عندهم. النوع ده هم قالوا لي ان ده احسن نوع، بس هم عندهم انواع كتير قوي، يعني مش حاجه واحده هتلاقيها، لا انت هتلاقي كل حاجه باي سعر انت عايزاها هتلاقي الحاجات عندهم. بصوا البلاستيكات دي، ودي البوت الاويل. بصوا في برضو هتلاقوا ايه كذا شكل منها تاني. هم عندهم الحاجات الترندي قوي، يعني كل الحاجات الترندي هتلاقوها موجوده. تعالوا بقى دي برضو ايه حاجه انا لسه شايفاها دلوقتي وعجبتني بصراحه، حله بايركس كده صغيره. بصوا المحل بقى هنا للبنات اللي لسه بتجهز وعايزه تجيب حاجات المطبخ، فالمحل هنا الحاجات اسعاره واسعار جمله ومن اول قطعه، وكمان هتلاقوا عندهم شحن لاي مكان، فانتوا تقدروا تطلبوا كل اللي انتوا عايزينه من وانتوا في البيت لو انتوا مش عايزين تنزلوا. بصوا الحله دي لسه برضو انا ما كنتش اعرفها، يعني شفتها عندهم وعجبتني قوي بصراحه. في بقى استنى اوريكم عندهم حاجات. بصوا بصوا دي بصوا عندهم المنظمات الاكليريك بقى سواء للمعالي او كمان عندهم منظمات الميك اب. وبصوا الشنطه دي منظمات الميك اب. الشنطه دي برده للميك اب متقسمه 3 اهي، تقدروا تحطوا فيها الميك اب وتاخدوها معاكم بقى وتحطوها التسريحه، شكلها شيك قوي. عندهم اللون ده وعندهم اللون ده كمان اللي هو الاسود. عايزه افكركم تاني احنا فين؟ احنا عند المكسيكي في شارع النزهه الجديده، وهنزل لكم اللوكيشن ولينك التليجرام ورقم الواتساب علشان تقدروا تتواصلوا معاهم بكل سهوله. بصوا بقى منظمات الشوزات دي اللي هي زي جزامه مفتوحه كده، عندهم 3 مقاسات، المقاس الكبير ده والاصغر شويه والمقسوم 2. وعندهم المنظمات بتاعه اللبس اللي تتحط جنب الباب على طول علشان نحط فيها اللبس اللي هو بتاع الشغل والاكثر استخداما يعني. وبصوا برده ترولي الخضار دي وممكن تبقى شنطه كده. بصوا ده انا كنت شفت فيديو ليه قبل كده اللي هو التيشو بوكس ده، يتحط بقى في التويليت، يتحط في مثلا جنب الباب برده او على السفره في اي مكان، يعني هو لذيذ قوي. وفرشه التويليت بتتعلق بدبل فيس اهي، هتلاقيها في التويليت بدبل فيس، شكلها شيك جدا برده وتنفع لاي شكل حمام. الشغل الاكليريك كله، المنظمات الاكليريك والصواني مطلع التوزيع، هتلاقوا اللون ده واللون ده. بصوا برده السبت ده في اللون ده واللون ده، اللي هي الحاجات الاكليريك اللي نازله ترندي قوي للعرايس اهي، هتلاقيها موجوده عندهم وباسعار ارخص من اي مكان تاني. كل الشغل ده اكليريك. تعالوا برده الجارات بتاعه البقوليات بكل الاحجام اهو، حجم كبير وحجم صغير، ده حاجه ميني خالص. دي اللي هي الجارات بتاعه البقوليات. بصوا بقى حافظات الطعام برضو كذا حجم وكذا شكل، ده برضو الجار بتاع البقوليات. عادي كده. الكنك عنده 3 احجام اهو. البيت دي
بتاخد لحد 18 بيضه. وفي بقى كمان البانيو ده للاطفال، وده كرسي كده للاطفال، شايفين اهو. بصوا المفارش دي للسفره في كذا شكل، ده المربع والاصغر شويه والمدور والاصغر. اللي عجبتني قوي قوي بقى دي، بصوا الحافظه دي 3 صغيرين، دي تنفع قوي بقى مثلا للمدرسه، تقدروا ان انتوا تحطوا فيها 3 وجبات، للحضانه، في المصيف بقى والصيف والحاجات دي، والنادي هتبقى منجزه قوي معاكم. بصوا طعم المعالق ده بقى شيك قوي، وفي منه اللون ده وفي اللون الكشمير كمان. دي برده الترندي، لقيت عندهم الشكل ده والشكل ده الحوض، وده العرايس، ده العرايس يعني. تعالوا بقى كده برده الناس اللي بتبقى عايزه تغير ديكور البيت، دي اللي هي بتبقى لزق، الحجره اللي هي اللزق دي هي هتلاقيها موجوده عندهم باشكال كتير قوي، تقدري تغيري الديكور بتاع البيت نفسه، بتاع المطبخ. في شغل النحاس بقى الترندي برضو اللي بنلاقيه كتير قوي، بصوا هم بصراحه عندهم كوليكشن حلو قوي ومميز جدا، وكل بقى حاجات المطبخ اللي ممكن تحتاجيها كعروسه هتلاقيها موجوده عندهم. بصوا والفوط دي طبعا اللي هي المايكرو فايبر. تاني احنا فين؟ احنا عند المكسيكي في شارع النزهه الجديده، وهنزل لكم كل الديتيلز، اللوكيشن ورقم التليجرام والواتساب علشان تقدروا توصلوا لهم بسهوله. باي باي.